يعني بالبساطة هذه كليوباترا المقدونية صاحبة البشرة الفاتحة تصبح بلاك؟ ايه ده؟ كل تاريخ الفراعنة اتمسح فجأة؟ اذا انا مش مصرية ودمي فار حاسة بغليان. طبعا ما نستغربوش عمايل النتفليكس وجيدا سميث. بالنسبة للناس اللي مش عارفين مين جيدا سميث، جيدا سميث هي the husband of ويل سميث. مصريين ما سكتوش وقال لك الله لا 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 ايه اللي بيحصل ده؟ هو انتوا جايين تتحايلوا علينا؟ فشنوا حرب الكترونيه يتصدرها 3 هاشتاجز انا باش افسرهم اليوم. الهاشتاج الاول هو الافرو سنتريزم، والهاشتاج الثاني هو بلاك واشنج، والهاشتاج الثالث هو cultural appropriation. شوفوا المعنى بتاع الكلمه الاولى. افرو سنتريزم هو مو متخرج من امريكا. السود الامريكان يشوفوا باللي البلاك بيبل هم مهدوا الحضارات، وان اقدم الحضارات في العالم ساهموا فيها وصنعوها البلاك بيبل، ولكن بحكم هما عاشوا عبيد لفترة طويلة عبر التاريخ فما كانوش باينين في الصورة. ومن بين أقدم الحضارات في العالم هي الحضارة الفرعونية، هما شايفين إن هي متاعهم. أي نعم. والعرب جو وسرقوا الحضارة هذه ونسبوها ليهم، فشايفين ان كل مصري يعيش في مصر ليس لديه اي علاقه بالفراعنه وانه هم الفراعنه. الهاشتاج الثاني هو بلاك واشنج، وهو تحويل كل ما هو ليس اسود الى اسود، وهذول اللي قاعدين يعملوا فين. هم حولوا كليوباترا المقدونيه الى شخصيه سوداء، مع احتراماتي للسود لكن كليوباترا ما هي السوداء. الهاشتاج الثاني هو cultural appropriation، لما تاخذ حاجه تابع حضاره اخرى، شيء، لبس، لغه، اي شيء ينسب الى حضاره اخرى وتقول هذا ملكي انا، كما برشا بلدان يعملوا معانا، وهي الحاجه ديك مش متاعك، فهذاك اسمه cultural appropriation. في مصري وطني رفع قضيه بنتفليكس، وانا الصراحه مع القرار هذايا، لانه شايفه ان في نوايا خبيثه وراء الموضوع هذا. يعني انك انت تجرد المصريين من التاريخ نتاعهم، انت تجرد المصريين بالوطنيه نتاعهم ومن وجودهم الجغرافي في المكان هذاك. انك تقول ان هم ما همش فراعنه وعندهم حتى صله بالفراعنه، يعني هم ما عندهم حتى صله بالارض هذيك، ويمكن ان هم يخمموا وممكن في المستقبل ان هم يخرجوهم من الارض هيك. وخلينا نختم الفيديو هذايا بهاشتاج Egypt for Egyptians.